اهلا بيكم في مطبخ فراولة. لو عمرك ما زينت تورته ونفسك تعملي تورته بحب لاسرتك ولضيوفك، او لو عندك عيد ميلاد وحابه تعمليها بنفسك، يبقى الفيديو ده ليكي. النهارده هنزين مع بعض تورته الاوريو بشكل مبسط جدا جدا من غير اي تعقيدات وبابسط الادوات. حتى لو اول مره تمسكي قمع التزيين ما تقلقيش خالص، الفيديو ده اصلا مخصوص للمبتدئين في التورت. يلا بينا نعمل ألذ وأطيب تورتة خطوة بخطوة. بس إذا كنتي أول مرة تشوفيني، اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصلك كل إشعاراتنا بفيديوهاتنا الجديدة. تعالوا نشوف مع بعض هنعمل إيه. معانا هنا الكيكة الإسفنجية اللي عملناها قبل كده في آخر فيديو، وطلعت رائعة وهشة وطرية وخفيفة جدا. وكمان عملناها بدقيق عادي جدا، مش بدقيق الاسبونج خالص. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو بتاعها في صندوق الوصف، وكمان في اول تعليق ابقوا شوفوها ما تنسوش. اول خطوة هنعملها ان احنا هنقطعها مع بعض. محتاجين نقطعها لشرايح قد بعض. فانا عندي سكينة مشرشرة اللي هي سكينة التورت، وفي نفس الوقت عندي المنشار، بس انا بفضل المنشار في التقطيع علشان بيطلعهم كل الطبقات قد بعض. طبعا لو مش عندك المنشار استخدمي عادي جدا اي سكينة مشرشرة عندك، بس تكون طويلة للتورت. وهنا انا قطعتها 4 طبقات، كل طبقة قد التانية بالظبط. احسن حاجة في المنشار ده ان بيطلعهم كلهم قد بعض. انا عايزة اقول لكم طراوتها وجمالها وطريانها فظيع. يعني انا بفكركم تشوفوا الفيديو ده رائع، انا مسايبه لكم في صندوق الوصف في اول تعليق. تعالوا بقى نجهز الكريم شانتيه اللي هنشتغل بيه. خامة الكريم شانتيه لو عايزين تسألوني عليها انا مستعدة اقول لكم على نوع المصنع او النوع بتاع الكريم شانتيه اللي بستخدمه. حاجة نظيفة جدا، مش بيغزلني خالص بصراحة، من زمان بستخدمه. حطيت هنا كوبايتين معياريتين ونص من الكريم شانتيه. والكريم شانتيه لازم يبقى خام، انا بحط الخام او بفضل الخام. حطيت كمان كوباية من السكر البودرة، وده طبعا حسب الرغبة، انت ممكن تزودي عن كده وممكن تقللي عن كده، بس ما اعتقدش هيبقى اقل من كده، هيبقى افضل. يعني لو اكتر تمام، بس انا بفضل الكوباية تبقى كوباية واحدة للكمية دي، مش بحبه يبقى مسكر بزيادة. هحط بقى المية كوبايتين ونص من المية، وطبعا على حسب نوع الكريم شانتيه اللي انت بتستخدميه هياخد مية اقل ومية اكتر على حسب نوع اللي انت بتستخدميه. تمام كده. انا كل شويه بخلط، ويعني ما كملش خلط و5 دقايق في ايديا، لكن بحب ان انا اجيب الاطراف بالاسباتيولا كده من على الاطراف، علشان كل شويه علشان خاطر ما يبقاش ناشف وفي وسط الكريم شانتيه طري. انا بوصل للقوام ده هو اللي انا عايزاه. شايفين لما بقلب البوله ما بيتقلبش معايا، خلاص هو مسك نفسه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. المفروض ان انا عندي القاعده الدواره بتاعه التورت اللي هعمل عليها او ازين عليها، بس انا مش عندي. واحنا لازم نتصرف. هنعمل ايه؟ بنقلب الصينيه بتاعتنا وبنجيب عليها قاعده. انا كانت عندي في التورت قبل كده جاهزه فاحتفظت بيها، وحطيت اول طبقه. وهنا الادوات اللي بستخدمها معايا دي سكينه الفرد، او اللي هجلس بيها التورته واحشي بيها التورته. عندي سكرابر، دي شرايح كده مشرشره زي ما انتم شايفين، بجلس بيها برضو، وبعمل شكل مخطط من بره بيها. بتتباع في اي حته على فكره لمستلزمات الحلويات وادوات المطبخ. هنا حطيت حته كريم شانتيه على القاعده علشان اثبت التورته بتاعتي، وببدا ان انا اشربها واسقسق الميه كده بالسكر او العصير. لو عندك عصير ممكن تستخدميه عادي، انا ما كانش عندي فاستخدمت ميه بسكر، فيا ميه بسكر يا عصير. هنحط اول طبقه من الكريم شانتيه بسكينه الفرد كده، وانزل بالطبقه التانية واسقسق برضو الميه. مش هحط كتير، انا 3 4 معالق وخلاص. دي بتديها طراوه لما بتدخل التلاجة، ما بتخليش التورته بتاعتي تنشف. بتديها طراوه، بتحتفظ بالطراوه بتاعتها، وبتبقى طعمها حلو طري مش ناشف. هسقسق كل طبقة زي ما احنا شايفين. انا وهنا خلصت ال4 طبقات، ال3 طبقات، وهحط الطبقة الرابعة الأخيرة. هنزل بقى بالطبقة الرابعة الأخيرة، بس أنا عندي الرابعة في زي الوش بتاعها ده لازم أتخلص منه، لأنه ده بيحتفظ بالزفارة البيض، فأنا بحوشه علشان زفارة البيض وعلشان المسام بتاعتها شيء تمتص السوائل اللي أنا بحطها. تمام كده. آخر طبقة اهي بسقسقها خلاص. وبعدين هنزل ب الكريم شانتيه بقى للتجليس من بره. انا كده خلصت حشو، هجلس بقى من بره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. احاول طبعا ان انا اغطي كل اجزاء التورته. طبعا لو معانا القرص الدوار بتاع التورت هيبقى اسهل بكتير الدنيا، لكن احنا مش هنعطل نفسنا عشان حاجه زي كده. لكن اكيد الناس المبتدئه ما عندهاش طبعا في البيت، لكن بنعمل حيل بتبقى الدنيا بالنسبه لنا سهله.
ولو ما عندكيش السكينه دي، اي سكينه عاديه مش مشكله خالص، ممكن تستخدميها، مش لازم تشتري كل الادوات، عادي هنشتغل بكل المتاح، بابسط خامات هنشتغل. هنا انا دخلتها التلاجة بقى ترتاح نص ساعه، اول طبقه. وهستخدم بقى في التزيين شوكولاته، البار بتاع الشوكولاته ده انا بحبه جدا وخامته حلوه. بنزل بيه بشويه لبن كده على حمام ميه ونقطتين زيت، بيدي اللمعه اللي احنا شايفينها الجميله دي، بتبقى الشوكولاته فيها لمعه حلوه كده. انا عندي هنا كيس حلواني، كيس الحلواني بتاعي القديم اتقطع، فكان سيليكون وكان حلو خالص، عايش معايا بقاله فتره، لكن لما اتقطع جبت ده. قالوا لي ده مستورد ونوعه حلو من جوه ومن بره، انا شايفاه حلو، بس هجربه واقول لكم هو حلو فعلا ولا لا. هجربه، ودي اول تجربه ليا معاه الجديد ده، وهنشوف الدنيا هقول لكم. لو طلع حلو هقول لكم منين كمان. اللي عايز اي حاجه يسأل على اي خامة اي حاجة او اي مصنع او اي ادوات هقول لكم منين. تمام كده، انا مليت القمع بتاعي او كيس الحلواني بتاعي وهو جاهز كده للتزيين. هجيب بقى التورته بتاعتي من التلاجة، انا سبتها نص ساعة تقريبا، مسكت نفسها خالص. هدي بقى الطبقة التانية، طبقة التجليس التانية زي ما احنا شايفين كده. الدنيا سهلة خالص يا جماعة، كل شوية بننضف بس يعني حوالين التورته علشان ما تتلحوس الدنيا، بشويش خالص وبروقان كده هتعمليها احلى من بتاعه بره كمان. وعايزه اقولك سكرها انا بتحكم فيه، بتاعه بره بتبقى كريم شانتيه سكر عالي جدا، بيبقى نسبه الكريم شانتيه كبيره جدا وما بتحسيش بطعم الكيك اصلا، لكن طعم الكيك في البيت بيبقى جميل، وخصوصا لما يبقى طازه، غير لما بيبقى مركون في تلاجات بقى في المحلات. بصوا يا جماعة، شغل البيت احلى بكتير. انا هنا خلصت تجليس ونعمت الجناب، هنزل بقى بالسكرابر بتاعتي، هديها وش كده ممشط، همشطها زي ما احنا شايفين كده، واحاول ما اخليش اي فراغات او اي حتت ما تكونش عدت عليها. انا في عيوب اكتشفتها بعد كده بعد التصوير وصلحتها. بصوا بقى الوش من فوق بجيبه من بره لجوه، من بره لجوه لغايه ما يتساوي خالص. هنا بقى عندي السكينه المشرشره بتاعت التورت دي، او اي سكينه عندك، بديها بقى ايه يعني تعليمه كده في النص، ان انا بقسمها نصين، واحده نص شوكولاته ونص فانيليا او نص ابيض. فانا اديتها بس علامه بسيطه، ما نزلتش بالسكينه خالص، هي علامه بسيطه جدا. هنزل بقى بالشوكولاته بتاعتي، هسيلها كده من على الجناب. الشوكولاته جميله وفيها لمعه حلوه جدا من نقطتين الزيت اللي حطيتهم، بتديها لمعه حلوه. بسيل بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده من الجناب. انا عملتها بحمام ماء زي ما قلت، مع نقطتين معلقتين 3 من اللبن. هي شوكولاته خام غامقه مش فاتحه. بسيل بالمنظر ده، بحاول بقى ان انا امشي يعني بهدوء كده علشان ما الدنيا ما تلحوس معايا وتتبهدل، بشويش خالص زي ما احنا شايفين كده. هخلص بقى تسييل الشوكولاته، وبعدين هحشي النص بتاعها من فوق زي ما احنا هنشوف دلوقتي. اهو شايفين ان انا بغطي نصها الشوكولاته المفروض اللي هيبقى عليه الاوريو، النص التاني بيبقى ابيض زي ما هو. بديها بس تجليسه بسيطه كده بالسكينه بتاعه الفرد او سكينه التجليس. بنزل بقى بالروزيتات بتاعتي، القمع بتاعي بعمل روزيتات حلوه كده حوالين حوالين داير من فوق. مفيش ابسط من كده يا جماعه، امشي بالخطوات دي بالظبط، هتطلع معاكي احلى تورته. دي ما فيهاش اي مهارات خارقه، حاجه بسيطه جدا للمبتدئين اللي لسه اول مره يدخلوا المطبخ اصلا. شايفين انا بمشي بروزيتات برضو صغيره من تحت، في اي عيوب بتتدارى، وفي نفس الوقت بديها قاعده حلوه بتبقى شكلها حلو. بعمل روزيتات برضو من في النص، بقسمها نصين، وببتدي بقى ان انا كنت جايبه اوريو نوع نضيف طبعا، بحطه كده في الجناب. كل 2 روزيتا بحط واحده اوريو، كل 2 روزيتا بحط واحده اوريو زي المنظر اللي احنا شايفينه ده. ولقيت شويه شوكولاته بقى باقيه عندي، عملت الجزء التاني بقى، اديته منظر كده بقى شكلها حلو. ما وصفلكوش بقى الطعم، انا بكل امانه انا ولادي بيحبوا طعم التورت اللي انا بعملها افضل من تورت بره. واوقات بنعملها بفواكه، والفتره الجايه هنشتغل على تورت الفواكه، بتبقى جميله تورت الفاكهه.
وبكده خلصنا تورتة الاوريو بكل بساطة وسهولة. شايفين شكلها حلو ومترتب وطريقتها مناسبة لأي حد مبتدئ، مش محتاجة خبرة ولا أدوات كتير. اعمليها للناس اللي بتحبيهم والنتيجة بجد بجد تحفة والطعم يجنن. الأحلى بقى إنها أوفر بكتير من الجاهزة اللي بتشتريها من بره، وكمان أنضف بكتير. أشجعك تعمليها. هتفرحي جدا لما تعمليها بإيدك وبالشكل ده. تقدري تقدميها في مناسبة عيد ميلاد أو مفاجأة حلوة لأولادك. جربيها وقوليلي رأيك في التعليقات، دي حاجة بتساعدنا. استنوني في فيديوهات أجمل وأجمل وكلها طرق بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. شكرا ليكم ولمتابعتكم.